السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. في فيديو اليوم نشارك معكم طريقة سهلة وسريعة لتحضير عصير الباربة أو الشمندر اللذيذ والصحي، مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. الصراحة هاد العصير كيجي رائع ومنعش. صافي هنايا عندي الباربة، غادا نشدها وغادا نقيها. صافي هنا بعد ما نقيتها جديتها غسلتها مزيان، صافي قطعتها طريفات صغار. صافي غنديرها هنا في الطنجره ديال الضغط، غادا نطيبها. صافي هنا غادا نزيد عليها الماء الكافي فين غادا طيب الباربه. صافي وغادا نسد عليها ونخليها طيب باش ما طابت مزيان كتجي مزيانه في العصير. صافي هنايا بعد ما طابت، هي طابت، هذاك الماء كاع اللي كان فيها شربات، وخدت واحد الكميه قليله. صافي هنا درتها في كاسرونه وخليتها حتى كتبرد. صافي هنا عندي البنان. صافي بالنسبه للمقادير هنايا بعد ما بردات مزيان درتها في الثلاجه حتى بردات تماما. صافي هنا عندي واحد جوج فاني، ياغورت طبيعي ودير السكر. هنا البنان عندي هنا بالحليب، صراحه بالحليب كتجي رائعه. صافي دابا انا هاد العناصر كامله غادا نشدهم نديرهم في الخلاط الكهربائي. هانتوما شوفوا الباربه طايبه ورطبه فتيه، ساعة دغيا كطيب، ما كتاخدش واحد المده طويله. صافي دابا غادا نشد الاناء ديال العصير. صافي وغادا ندير فيه الباربه. صافي وغادا نزيد البنان. صافي هنا غادا نزيد الياغورت. كديروا باي نكهه بغيتو، انا درت غير دانون طبيعي بدون السكر. تقدروا نتوما ديروا باي ياغورت بغيتو باي نكهه. صافي هنايا غادا ندير الحليب. انا ما كنديرش فيها انا السكر حيت اصلا الباربره حلوه ولا البنان. صافي هنا درت الفاني. الفاني كيعطي واحد النسمه، واحد المذاق زوين في العصير. صافي دابا درت العناصر كاملين كيتخلطوا، درت غير النص ديال الكميه حتى كنطحنو نكمل باش كنزيد النص الاخر. هانتوما بعد ما طحنتو هانتوما غتشوفوا القوام ديالو كيف كيجي ولا في اللون، وكتجي في المذاق رائعه وبنينه. صافي هنا كملت النص ديال المقادير اللي بقات ليا. صافي بعد ما خلطتهم، صافي هنايا جمعت العناصر. صافي هانتوما تشوفوا القوام ديالو كيف كيجي بعد ما طحنتو وكملت وساليت. الصراحه العصير كيجي رائع، نتمنى ان شاء الله تجربوه غادي يعجبكم.
وبهذا نكون قد انتهينا من تحضير عصير الباربة أو الشمندر. نتمنى ان هذه الوصفة اعجابكم وتجربوها في المنازل ديالكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع الاصدقاء. والى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.